لعبه زي ديت الفار ما راجعهاش، وكمان الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه دي. لقطه غريبه جدا. انا مش مهم عندي تتحسب ولا لا، لكن مهم عندي ان حكم الفار يراجع اللعبه ويشوفها هل تستحق ضربه جزاء ولا ما تستحقش. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطأ على لاعب سموحه. هنشوف مع بعض، هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لاعب الزمالك. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض كده هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب الزمالك على قدم لاعب سموحه. بص، لو اللاعب القدم بتاعته فضلت بالوضع ده يعني ما ياخدش انذار، لكن لما نشوف مع بعض هتلاقي في تحرك بالقدم وفي تعمد ان هو يعمل التحام زي ما احنا ما شايفين مع بعض. لعبه زي ديت الحكم حسب المخالفه بدون انذار. طبعا قرار خطأ جدا من الحكم. لعبه زي دي لازم يبقى معاها انذار. نروح للحاله اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه على قدم لاعب سموحه. لعبه زي دي سهله جدا ان الحكم يحسب المخالفه ويدي لاعب الزمالك انذار، لكن هنا الحكم ما اداش لاعب الزمالك انذار وكمان ما حسبش المخالفه. نروح للحلقه اللي بعديها. وهنا لاعب سموحه كان بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم مع لاعب الزمالك زي ما احنا مش شايفين مع بعض. لعبه زي ديت الفار ما راجعهاش، وكمان الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه دي. لقطه غريبه جدا. انا مش مهم عندي تتحسب ولا لا، لكن مهم عندي ان حكم الفار يراجع اللعبه ويشوفها هل تستحق ضربه جزاء ولا ما تستحقش. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا لمسه يد على لعيب نادي الزمالك. تخيل اللعبه دي لاعب الزمالك كان بيطلب من الحكم ان هو يحسبها ضربه جزاء. هي لمسه يد على اللاعب نفسه، يعني هنا الكره جايه في يد لعيب الزمالك كان بيطلب من الحكم ان يحسبها ضربه جزاء. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا لاعب الزمالك كان بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي يعني مفيش اي التحام مع اللاعب. هنا القدم لعيب نادي الزمالك جنب قدم لعيب سموحه. طبعا مفيش اي ضربه جزاء، واكد عليها كمان حكم الفار. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع حارس مرمى نادي سموحه. ارجع لاول لقطه في الفيديو هتلاقي لعيب سموحه لما استخدم اليد خد انذار، لكن هنا لعيب نادي الزمالك استخدم اليد وتدخل بقوه مع حارس المرمى اتحسبت مخالفه لكن بدون انذار. طبعا هنا قرار خطأ من حكم، كان لازم يحسب مع اللعبه دي انذار على لعيب الزمالك. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطأ على لاعب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وماسك لعيب سموحه. هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه نادي الزمالك وفريق سموحه. شكرا.